ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كالعاده معاكم حسام في فيديو جديد ومقارنه جديده. المقارنه بتاع النهارده بصراحه حلوه جدا جدا، وده ليه؟ لانها ما بين هاتف اونر اكس 9A وبين هاتف بوكو اكس 5 برو. الاتنين تقريبا نفس السعر، والاتنين تم صدورهم في نفس الوقت، وكمان الاتنين دول من اكتر الهواتف شعبيه في الوقت الحالي. يا ترى اي واحد فيهم هو اللي اقوى، واي واحد فيهم هو اللي يستحق الشراء؟ تعالوا بينا نشوف. قبل ما نبتدي المقارنه ما تنساش اللايك والشير واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد وكل مقارنه جديده بننزلها. ودلوقتي هنبتدي زي ما احنا متعودين باوجه التشابه ما بين الاثنين، وبعدين هنتكلم عن اوجه الاختلافات زي الشاشه، المعالج، ونشوف ايهم افضل. خلينا نبتدي دلوقتي باوجه التشابه، يعني ايه اللي موجود في الهاتف ده في نفس الوقت موجود في البوكو اكس 5 برو. اول حاجه التصميم نفسه، لان الظهر هنا وهنا بالكامل مصنوع من البلاستيك. الاثنين بيدعموا شبكات الاتصال الجيل الخامس والرابع والثالث والثاني، تقدر تركب شريحتين اتصال نانو سام هنا في نفس الوقت. كذلك البوكو اكس 5 برو برضو شريحتين اتصال في نفس الوقت. حجم الشاشه في الاثنين زي ما انتم شايفين واحد، سواء في الاونر اكس 9A او في البوكو اكس 5 برو، لانه 6.67 انش ونوعها اموليد. معدل تحديث الشاشه في الاونر والبوكو 120 هرتز. مساحه التخزين هنا وهنا برضو 256 جيجا مع 8 جيجا رام. ما تقدرش تزيد ميموري كارد في البوكو اكس 5 برو ولا حتى الاونر اكس 9A. الكاميرا بتاعت السيلفي في البوكو اكس 5 برو والاونر اكس 9A نفس الشيء، لانها 16 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4، فيها وضع عزل الخلفيه وفيها تقنيه الاتش دي ار. كمان لو هصور فيديو بالكاميرا الاماميه هنا او هنا، اعلى تقنيه معايا هي 1080 بكسل اللي هي فول اتش دي. رقم 10 المتشابهين فيه هو ان الاثنين للاسف ما بيدعموش الراديو اف ام، ولكن الاثنين فيهم دعم لخاصيه الان اف سي. الاونر اكس 9A والبوكو اكس 5 برو الاثنين فيهم نفس المستشعرات، التقارب والتسارع والبوصله والجيروسكوب. والبطاريه في الاثنين 5000 ملي امبير، هي بالظبط في البوكو اكس 5 برو 5000 ملي امبير، الاونر اكس 9A 5100 ملي امبير، فمش هتفرق كتير، فنعتبرهم نفس البطاريه. اما دلوقتي بقى يلا بينا نروح للاختلافات ونشوف ايهما اقوى بما انهم نفس السعر ونازلين في نفس الوقت. اول حاجه في الاختلافات وهي المعالج او السرعه بتاعه الهاتف. خلينا نبتدي بالمعالج اللي موجود في البوكو اكس 5 برو، كوالكوم سناب دراجون 778 5G، معماريه 6 نانو اوكتا كور. اما المعالج اللي موجود في الاكس 9A فهو سناب دراجون برضه، ولكنه 695 معماريه 6 نانو اوكتا كور. اذا مبدئيا كده المعالج الموجود في البوكو اكس 5 برو اقوى من الاونر اكس 9A. تاني حاجة سرعة الانترنت في الشبكة ال 5G اللي هي أسرع حاجة في البوكو اكس 5 برو 3.7 جيجا بايت في الثانية الواحدة، لكن لما تروح عند الاونر اكس 9A هتلاقي سرعة الانترنت في الشبكة ال 5G أقل، لأنها 2.7 جيجا بايت في الثانية الواحدة. كمان أقصى سطوع للشاشة موجود في البوكو اكس 5 برو هو 900 شمعة، اونر اكس 9A اقل لانه 800 شمعه فقط. معالج رسوميات الجي بي يو او المسؤول عن الجرافيكس اللي موجوده في التليفون، بوكو اكس 5 برو هو ادرينو 642 ال، اما الاونر اكس 9A اقل شويه لانه ادرينو 619. كمان نظام التشغيل في البوكو اكس 5 برو هو اندرويد 13، اما في الاونر اكس 9A قديم شويه لانه اندرويد 12، مع انهم الاثنين نازلين مع بعض. ومحدش يقول في الكومنتات طب ما تعمل ابديت للجهاز او اعمل التحديث الجديد، هما التليفونين نازلين ما كملوش شهر، ده او ده اندرويد 13 ده 12، ليه انا اعمل ابديت جديد اصلا واستنى اشوف هينزل ولا لا؟ يجي 13 على طول جاهز زي البوكو اكس 5 برو. الكاميرا الخلفيه وبرضه المتفوق فيها هو الاكس 5 برو. طب ليه؟ لان الكاميرا الخلفيه الموجوده في الاكس 5 برو هنا عدسه 108 ميجا بكسل، دي العدسه الرئيسيه، اما العدسه الرئيسيه اللي موجوده في الاونر اكس 9A اقل لانها 64 ميجا بكسل فقط. طيب العدسه بتاعت الوايد انجل او الزاويه الواسعه، البوكو العدسه بتاعته 8 ميجا بكسل، اما الاونر اكس 9A العدسه بتاعت الزاويه الواسعه اقل لانها 5 ميجا بكسل فقط. تالت عدسه الاثنين زي بعض فيها 2 ميجا بكسل بتاعت العزل و2 ميجا بكسل بتاعت العزل، ولكن في مميزات كده في الكاميرا الخلفيه موجوده في البوكو اكس 5 برو ما هياش موجوده في الاونر اكس 9A. زي ايه؟ زي ان في البوكو اقدر اصور فيديو بتقنيه ال 2160 بكسل ال 4K، للاسف في الاونر 1080 بكسل فول اتش دي بس. كمان البوكو فيه تقنيه التثبيت الرقمي AIS عشان ما اجي اصور فيديو والتليفون يهتز مني يطلع واضح، برضه في الاونر ما فيهوش الميزه دي. كمان البوكو اقدر اصور بيه فيديو سلو موشن. خد عندك اختلاف كمان هو السماعات الخارجيه في الاثنين، البوكو اكس 5 برو السماعات الخارجيه نوعها ستيريو،
اما الاونر اكس 9 اي للاسف السماعات الخارجيه ما هياش ستيريو، سماعات عاديه. كمان زي ما انتم شايفين الاونر اكس 9 اي ما فيهوش منفذ للسماعه السلك الاي او اكس، اما البوكو اكس 5 برو ففيه منفذ للسماعه السلك الاي او اكس. اصدار البلوتوث اللي موجود في البوكو اكس 5 برو هو 5.2، في الاونر اقل 5.1. واخيرا اخر حاجه في الاختلافات وبرضه المتفوق فيها البوكو اكس 5 برو وهو سرعه الشحن، لان سرعه الشحن في البوكو اكس 5 برو 67 واط، سريع جدا. اما الاونر اكس 9 اي 40 واط فقط. يعني مقارنه ما بين الاثنين كده البوكو اكس 5 برو والاونر اكس 9 اي، الاقوى فيهم في كل شيء هو البوكو اكس 5 برو. فبما ان الاثنين نازلين في نفس الوقت والاثنين تقريبا نفس السعر، فانت لو شفت البوكو اكس 5 برو او بتقارن ما بينهم طبعا لازم تشتري البوكو. دي كانت مقارنه سريعه. اللي عنده اي سؤال ومحتاج اي مقارنه اكتبها في الكومنتات. ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بننزله. وسلام.